عارف ان في ناس كتير بتخاف من رقم 13 ومش بس كده، دي كمان بتعتبره رقم النحس. انا النهارده بقى هثبت لك ان الرقم ده ممكن يكون مفتاح الحظ بتاعك. علمك خدعه بالكوتشينه، خدعه اوتوماتيك يعني بتعمل نفسها بنفسها، بس نتيجتها تخدع بيها اذكى واحد موجود في القعده معاك. ركز معايا في اللي هتشوفه دلوقتي، لان دي واحده من اذكى الخدع اللي ممكن تعملها في حياتك كلها بالكوتشينه. في الفيديو ده هعلمك خدعه ذكيه جدا ومنطقيه جدا، والاهم من دوت ان هي مش محتاجه منك تكون حريف بالكوتشينه. في الخدعه دي المشاهد هو اللي بيعمل كل حاجه بنفسه وانت قاعد بتتفرج عليه، بس النتيجه مش هقولك. تعال نشوف الخدعه مع بعض. هنجيب الكوتشينه ونديها للشخص ونقول له فنط يا باشا الكوتشينه بالطريقه اللي تريحك عشان تتاكد ان مفيش اي ترتيب في الورق. بعد ما يفنط الكوتشينه كده هنروح ماسكينها ونقول له انا عندي هنا بورد فاضي هكتب عليها حاجه هنعرفها في اخر الخدعه مع بعض. فانا هكتب كده اوكي، كتبت عندي حاجة على البورد وهنحطها كده لغاية لما نشوف آخر خدعة مع بعض. هنقول له امسك الكوتشينة. طبعا احنا عارفين رقم 13 ده رقم بيدل على النحس، بس انا في الخدعة دي هثبت لك ان الرقم ده رقم الحظ بتاعي. قول له امسك الكوتشينة وطلع اي 13 كارت من الكوتشينة براحتك. اهم حاجة تتأكد ان هم 13. فانا عندي هنا 3 مثلا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اوكي كده هو طلع 13 كارت بره. قول له كمان علشان نكون فير امسك الكوتشين ال 13 كارت دول فنطهم يا عم براحتك. بعد ما يفنطهم قول له طلع 3 كروت وخليهم كده على الارض بس ما يكونوش باينين. فهنمسك كارت التاني مثلا وناخد ده كمان. بعد كده قول له هنشوف أول كارت كده مع بعض. أول كارت رقم 9 هنكمله لغاية لما نوصل 13، يعني 9 بعديها 10 11 12 13. تمام. تعال نشوف تاني كارت 8 هنكمله لغاية لما نوصل برضو 13. 8 9 10 11 12 13. 6 هنكملها لغاية لما نوصل 13. 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد كده قول له هنجمع الثلاث كروت دول مع بعض. 8 زائد 9 زائد 8 كده 17. 17 و6 كده 23. تعالى نمسك الكوتشينة قول له عد 23 كارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. وقفنا عند الرقم 23. تعالى نشوف الكارت ده. هنلاقيه اللي هو 10 اوف تريفل او العشرة اللي هي الشجرة دي. فهنمسك البورد اللي عندي هنلاقي ان انا كنت عارف ان ده الرقم اللي هيطلع 10 الشجرة او العشرة اوف تريفل دي. خدعة جامدة جدا وبتشتغل في كل الأوقات وفي أي وقت وفي أي مكان. ويلا نشوف السر مع بعض. قبل ما أشرح الخدعة دي ما تنساش تعمل لي سبسكرايب لو أنت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب، ولايك وفولو لو أنت بتشوف الفيديو ده على الفيسبوك. بالمناسبة اللي أنت وصلت للجزء ده من الفيديو فهتلاقي جوجل دوكيمنت موجود عندي في الديسكريبشن او موجود في اول كومنت. هتملى فيه البيانات بتاعتك، واول 10 هيملوا البيانات بتاعتهم هياخدوا خصم 50% على الكورس بتاعي اللي انا هقول تفاصيله في الفيديوهات اللي جايه، كورس تعليم الخدع السحريه. وبعد كده اي حد هيملى اسم بعض العشرة دول هياخد برضو خصم 20%. ويلا بينا نشوف سر الخدعه دي مع بعض. في الخدعه دي انت بتجيب كوتشينه عاديه خالص. اهم حاجه في الكوتشينه ان لازم تكون ان هي 52 كارت، مفيش ورقه ناقصه. وبعد كده تديها للشخص ويفنطها زي ما هو حابب. وانت بتاخد الكوتشينه المح اخر كارت. بعد ما بتاخدها كده ممكن تعمل بالمنظر ده كده، انت بس يا دوب تلمحها وخلاص وخليك فاكرها. لو انت معاك ورقه فاضيه اوكي، مش معاك ورقه فاضيه ممكن تكتب اي حاجه هنا على البورد، حته ورقه صغيره مفيش اي مشكله. فدي 8 قلب احمر، فانا هكتب 8 الهارت. وطبعا هو مش هيشوف الكارت ده دلوقتي. بعد كده قول له طلع اي 13 كارت من الكوتشينه، اي 13 كارت هو عايزه. طبعا لو هو اختار اخر كارت هقول لك هتتفادى الخطأ ده ازاي بس في اخر الفيديو.
فمثلا اختار اي 13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد كده بتاخد الكوتشينه كده وتخليها على الجنب. قول له فنط ال 13 كارت دول زي ما انت عايز، واختار منهم 3 كروت وحطهم هنا بس ما يكونوش باينين. فكارت التاني قول له براحتك زي ما انت عايز. خد بعد كده الباقي الكروت وحطهم كده من تحت بسرعه. اوكي. طبعا انت عندك في الثلاث صور، الشايب ب 13، البنت ب 12، الولد ب 11. اوكي. هنمسك اول كارت ونشوفه كده رقم 5. قول له هنكمله لغايه لما نوصل 13. ف5 يبقى 6 7 8 9 10 11 12 13. 3 نكمله بعد كده 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 10 يبقى 11 12 13. قول له بعد كده هنجمع الثلاث كروت دول مع بعض. 5 و3 8 و10 كده 18. قول له امسك الكوتشينه وعد 18 كارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. هنلاقي نفس الكارت اللي انت كاتبه اللي احنا كنا حافظينه في الاول. تعالى بقى اشرح لك. لو انت بتقول له 13 اختار 13 كارت، ومن ضمن ال 13 اللي هو بيختارهم راح اختار الورقه دي، بصراحة ب 95% يعني كله بيختار الكروت من النص، بس فرضا هو غلس ورخم واختار اخر كارت. مش عايزك تتوتر خالص، هقول لك هتعمل ايه وما تبينش ان انت في حاجة غلط حصلت، لا سيبه يكمل عادي. تعالى مثلا اختار 13 كارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 واختار منهم الكارت ده. في الحالة دي انت عينك عليه وتشوفه بيختار ايه. لو هو اختار اخر كارت، عينك بقى على الكارت ده وتشوف مكانه فين. فانا عارف ان المكان ده هو ده الكارت الاخير، فوانت بتلم الكروت خليه هو اخر كارت من تحت كده. اوكي، اللي هو ال8. قول له انا كنت قايل لك ان رقم 13 ده رقم الحظ بتاعي. تعالى بقى اثبت لك ان ده فعلا رقم الحظ. انت في الحالة دي هتغير التريك تماما، مش هتعمل نفس الخدعة اللي اتعلمناها، لا انت هتعمل حاجة تانية. فهو ماسك الكروت دي، قول له هناخد اول كارت حطه من تحت، بعد كده طلع 3 كروت بره. قول له خد الكارت ده حطه من تحت، طلع 3 كروت بره. خد الكارت حطه من تحت، طلع 3 كروت بره. حط الكارت ده من تحت، طلع 3 كروت بره. اتفضل كارت معاك ايه هو؟ هيقول لك ال8 قلب احمر. وري له يا باشا الكارت اللي انت اخترته، الورقه اللي انت كنت كاتبها في الاول. هينبهر برضه. تمام، يبقى انت كده عندك بلان ايه وبلان بي. الخدعة نجحت معاك ومن غير أي توتر، من غير أي فشل خالص. بصراحة خدعة قوية جدا وعايزك تجربها وتقول لي رد الفعل بتاع الناس كان إيه. وثانك يو.